لكن انا شايف اللي هو مش التشكيله هي السبب. لا ما خسرش فالفيردي في نص الملعب. ابتدي فاسكيز يقعد يهبط شويه في الجبهه دي، خصوصا ان انت كان بيلعب بس عليه. انت هيبقى عندك فاسكيز وفران جارسيا الناحيتين بيهبلوا، تبقى صعبه. فران جارسيا انا مش شايف ان هو كان بيهبل، او هو راجل مش دفاعي قوي بس قوي. هو مهما كان ليه اخر بس يعني. انا شايف ان خساره فالفيردي في نص الملعب لا خساره فرقت كبير. مساء الخير عليكم، حلقه جديده من برنامج دبل شوت. انا بيتر وانا مارك، جاي نتكلم معاكم النهارده عن سيمي فاينال ودور الاربعه، وحلقه بعنوان ريال مدريد ما جاش. ما تقولش نتكلم بس ما تقولش نتكلم عشان مش عارف اطلع اتكلم انا على ايه. مطلعه بالعافيه النهارده يا جدعان. ريال مدريد خسر خساره فادحه، ما جاش. قول بقى كل اللي انت عايز تقوله. تعال نبتدي بالماتش السهل. صح. تشيلسي وفلومينينسي عشان ده سريعا. انا ما كنتش متوقع كده الصراحه، وقلت لك فلومينينسي هيعمل جيم دفاعي. هو ما عملش حاجه وما جاش زي. طب انا اسالك سؤال جدلي، انت شايف الماتش ده يستاهل يكون في نص نهائي تشيلسي وفلومينينسي ده؟ انا مش يعني وانا بتفرج معاك في مكان اكبر من مكانهم بالظبط. وانا بتفرج معاك على ماتش ريال مدريد النهارده قلت لك انا مضايقني ان تشيلسي وصل نهائي. كان في فرق كتير تستاهل، على الاقل بايرن ميونخ كان يستاهل يوصل نهائي، كنا هنشوف نهائي حلو. بس انا اتفاجئت الصراحه من فلومينينسي. مفيش كوره. ما تحس اللي هو ما كانش فيه فكره معينه حاططها. ماتش ايزي زي ما انت قلت بالظبط. اول ما الجون دخل انا على جروب الواتساب على طول بعت لبيتر قلت له ماتش ايزي قوي. حسيت تشيلسي عملت مجهود قليل انها تكسب، حتى ما عملتش ماتش جامد وبقول في الاخر مثلا لا عادي ماتش ايزي، وخدت المكسب وساعدت نهائي. وتشيلسي يا جماعه بجد يعني تحسوا مستواهم كل شويه بيزيد. انا عارف بيتر ما بيحبش تشيلسي قوي خالص. بس انا عارف خالص. بس انا حاسس ان تشيلسي السيزون الجاي هيعملوا حاجه يعني. انت رايك ايه في الماتش عموما سريعا؟ انا رايي في الماتش ده ما كانش يستاهل نشوفه في سيمي فاينال الصراحه، في بطوله كبيره زي كاس العالم للانديه بنظامها الجديد، بطوله تاريخيه. ما كنتش حابب اتفرج على تشيلسي في النهائي خالص. خصوصا ان هو هيبقى ماتش ايزي بقى لباريس سان جيرمان. والماتش محسوم والبطوله محسومه، بس خلينا يعني اتمنى نشوف ماتش حلو. مختلف معاك في حوار ماتش ايزي ده، بس تعال نخش على الماتش الماتش اللي مخليك مكتئب. الماتش اللي مخليك مكتئب. ريال مدريد. انت قول لي ايه اللي حصل، انت شايف ايه اللي حصل؟ جيرمان. انا شايف ان اللي حصل يعني انت الاول طب نقسم بسرعه، انت شايف مشوار ريال مدريد في البطوله ايه رايك فيه؟ مشوار ريال مدريد في البطوله كان سهل وسالك، يعني اول ماتش صعب كان يصطدموا بيه ماتش دورتموند. حتى الهلال ما كانش فيه اختبار حقيقي. لا حتى الهلال لما تعادل مع ريال مدريد كنا فاكرين ان الهلال هو اللي جامد. هو الهلال فرقه كويسه ووصلت وبتاع، بس ريال مدريد هو اللي وحش. لسه ملامح تشابي الونسو زي ما قلت لك ما بانتش. مع حط في اعتبارك ان سيناريو الماتش ده لو اتعاد مش هيتكرر تاني. صح. غلطه اسينسيو هنخسر بس مش هنخسر 4. مش هتخسر 4، مش هتخسر بالطريقه دي، مش هتخسر في جون في الدقيقه 6 وجون في الدقيقه اللي بعدها على طول. لا في حاجه غلط، غلطه اسينسيو، غلطه تشتيت روديجر المدافع في درجه ثانيه دوري مالديفي يعني. هم بص في الاخر كده 2 مدافعين ضيعوا عليها. احنا نشوف ماتش حلو كان هيبقى فيه شويه الماتش ده بدا بتشكيل كارثي. انا شايف كده. انت ممكن يكون معاك نسبه من الصواب، لكن انا شايف اللي هو مش التشكيله هي السبب. لا ما خسرش فالفيردي في نص الملعب. ابتدي فاسكيز يقعد يهبط شويه في الجبهه دي، خصوصا ان انت كان بيلعب عليه. بس انت هيبقى عندك فاسكيز وفران جارسيا الناحيتين بيهبلوا، تبقى صعبه. فران جارسيا انا مش شايف ان هو كان بيهبل، او هو راجل مش دفاعي قوي بس هو مهما كان ليه اخر. بس يعني انا شايف ان خساره فالفيردي في نص الملعب لا خساره فرقت كبير. هو مش سبب في الجولين، مش سبب. بس كنت ممكن تلاقي نفسك بتوصل اكتر من كده. تصويبات من بره المنطقه كتير، الراجل ما شاطش غير شوطه واحده في الماتش كله، ولولا يعني كانت رايحه بالظبط. فلا انا شايف ان تشابي الونسو عليه عيب. طبعا الخساره بسبب اسينسيو وروديجر، الجولين في مقتل وقعت معنويات اللعيبه. هسيب لك انت ريال مدريد بقى عشان عارف انت بتحبهم وبتتكلم عليهم كتير، فانت قول لي رايك في الماتش. طبعا باريس سان جيرمان فريق متكامل في كل الخطوط، يستاهل ان هو يصعد. قلت لك الفريق اجهز. فانت شايف الماتش ده ازاي؟ انا شايف مبدئيا يعني تكمله بس اخد حته من باريس. الماتش ده باريس كانت تعرف تطلعه اكتر من 4. طبعا الماتش ده باريس ضيعت كتير قوي، هو رايح اللعيبه في الشوط. الماتش ده باريس كانت تعرف تاخده اكتر من 4. انا متضايق بس من فكره الماتش في اول 8 دقائق يخش فينا جونين، ضيع علينا ماتش كان ممكن يبقى حلو. كنا ممكن نشوف فيه شويه تاكتكس حلو وافكار، يعني انريكي اعلى مدرب في العالم دلوقتي طبعا. تشابي الونسو مش عنده شويه افكار، في شويه بيزرع، فكان ممكن نبدا نشوف تاكتكس وتغييرات فورميشن في الملعب. بس هو تشابي الونسو بقى ايه، خلاص ما قاعد بيهبل وعارف الدنيا. وانا عندي سؤال عايز اسالك، انت تفتكر بالدفاع ده الدفاع اللي قضى فيه السيزون اللي فات ريال مدريد، هل انشيلوتي اتظلم معانا؟ ده دفاع ينفع انت تاخد بيه بطوله؟ بص انا كنت يعني شايف في اخر فترات انشيلوتي ان هو كان فقير كرويا، يعني هو راجل ما عندوش حاجه يقدمها. معاك 100%، بس بيريز ظلمه بالسكواد اللي هو بدا بيه. بيريز ظلمه بالسكواد اللي بدا بيه السيزون، بس انا مش شايف برضو ان يعني لا، هو انا شايف ان كان كفايه على انشيلوتي كده
وبرضه في نفس الوقت شايف ان السكواد ده تقيل على اسم زي تشابي الونسو، زي ما قلت لك هو جاي مش يعني ليفركوزن فرقه كويسه، بس حاسس احنا بدري شويه ما محتاجين، يعني دي اول اختبار وطبيعي طبعا طبيعي اللي هو يقف اول اختبار. خلي بالك اللي هو اول ما يمسك فريق خلينا فريق ريال مدريد انشيلوتي سايبه منهار، خلينا متفقين. بس في حاجات بتبان مارك، يعني مثلا في الشوط الثاني الونسو كان قليل الحيله، عمل تغييرات غريبه جدا. انا كنت ضد ان فينيسيوس حتى لو وحش يطلع. رودريجو انا كنت شايفها مسج، انا كنت شايف دي مسج يا بيتو. هي مسج عشان ما بيلعبش، بس انت راجل يعني انت منزل ابراهيم دياز قدم ايه؟ عمل ايه؟ انت بدل، هي الفكره ابراهيم دياز هو ما يدلوش وقت خالص خلال البطوله. عارف لو كان اداله شويه وقت، ابراهيم دياز بيحتاج دقايق، هو اكتر واحد عارف يدخله فورمه هو انشيلوتي مش السيزون. انت ال10 اللي معاك في الفرقه او ال9 اللي معاك في الفرقه بيدوروا على مبابي، بيدوروا على مبابي يديله الكوره يشتغل لوحده. الراجل يعني ايد لوحدها ما تسقفش. فرق الكواليتي باين بالنسبه لمبابي. انا مش بقلل من باقي ريال مدريد كواليتي خارق، ضربه ليه معنويا ان باريس تاخد البطوله. بلينجهام بولا من ورا الكاميرا، اول ما بلينجهام طلع قال لك الحمد لله. بلينجهام خلاص محتاج يعمل العمليه ال3-4 شهور دي بالزبط. عشان يرجع فايق، ما يكونش عنده. انا عارف ان هو مأثر عليه شويه بلينجهام، انا اقل بكتير من اللي انا اقيم بلينجهام لعيب بالنسبه لسنه اسطوري، بس هو السيزون اللي فات والبطوله دي ده مش بلينجهام. لا مش بلينجهام فعلا. بلينجهام ده يعني بيغير ماتشات. مع كمان حط ان انت لما بترجع تشاوميني ورا بيفقد قوته في نص الملعب، الراجل ده ما بيلعبش ورا، هيبقى كارثي ورا. رجع في كذا فتره من فترات الماتش ورا ولعب جنب روديجر واسينسيو، الثلاثه اصلا مش رابطين مع بعض. والثلاثه انا عايز اقول لك روديجر ما طلعش بس صح، اي باصه من رجليه بتطلع يا حدفه يمين، مش طبيعي، مش في رجل الراجل، مش طبيعي. الفكره اللي ده لعيب يعني اسينسيو خلاص باين قوي. انا كنت مع ان ميليتاو يبدا بعد غلطه دورتموند. ميليتاو نزل غريب قوي اللي هو نزل بعد رباط صليبي. ميليتاو نزل تحسه فايق ده بالظبط. الراجل كان انقذنا من جونين. الراجل كان كويس حتى في كره الجون الرابع، كان بيحاول فيها لغايه اخر لمسه من باركولا. حصل. فانا شايف ان لا هو السيناريو ما خدمش ريال مدريد، مع ان حتى لو السيناريو ما خدمش هو باريس اجهز. السيناريو ما خدمش. هو اضيف بس نقطه اخيره، هاوسن فرق فكره اللي انت يبقى عندك لعيب. الكره الوحيده اللي احنا خرجنا بيها ان كورتوا بص بعينه وراح سقطها واحده ببيلينجهام، فبدانا نطلع بالكوره، ما كناش عارفين نطلع بالكوره خالص. هاوسن كان بيدوس على الكوره ويطلع بالكوره، فرق معانا قوي. تخيل لعيب عنده 20 سنه جاي من بورنموث، مش بقلل من بورنموث بس في الاخر ميد تيبل في بريمير ليج. هو راجل لو خد دقايق ولعب الفتره الجايه اعتقد ان هو هيكون اساسي. بس لا هو 100% هيكون اساسي بالمستوى ده. هنشوف منه مستوى كويس. واسينسيو يا جماعه، اسينسيو كل اللي هو الكريدت اللي هو كان واخده الفتره اللي فاتت هو ضيعه في كاس العالم للانديه. هو محتاج يبدا فتره اعداد قويه قوي، يبدا سيزون بدايه قويه قوي عشان ننسى اللي هو عمله في كاس العالم للانديه. مش طبيعي. مش هو بص هو مدافع كويس، بس هو مندفع جدا، كروته كتير، قراراته مش في محلها. كاس عالم فمحتاج كاس عالم كارثي يا بيه، كارثي. فانا شايف ان ريال مدريد على فكره محتاج صفقه تاني في الدفاع، محتاج 100%. ومحتاج باك شمال. يعني هو محتاج فران جارسيا، مش الباك الشمال بتاع ريال مدريد. فخلينا نشوف ايه اللي هيحصل الفتره الجايه. يقول لنا هو تقريبا ريال مدريد بيخلص في باك شمال. هو كاريراس خالص بيخلص خلاص فيه. فهو بس وجود كاريراس مش هيلغي. بس للامانه انا حاسس اللي هو ما قدمش حاجه مع بنفيكا في بطوله، فقلقان شويه من مستواه. الاثنين هيلعبوا على بعض يعني. ده هياخد شويه وده هياخد شويه. طبعا ارنولد في اليمين خلاص ما فيش غبار عليه، في فرق كواليتي جامد. حتى عارف لما بنقول كده الدفاع حتى لو المدافع وحش واعتقد ميليتاو هيبقى جنب هويسن في التشكيل الاساسي ريال مدريد في السيزون الجديد. يعني انا خلاص روديجر بصراحه روديجر كده يعني اتمنى يعرف يرجع نفسه، لان روديجر ده حد المفروض خبره، فاللي هو يوصل للمرحله دي في الماتش اللي هو زي ما انت قلت مش عارف يطلع الكوره من رجله صح، فدي حاجه صعبه. عموما يعني كان نفسي اشوف ماتش افضل من كده، بس هو باريس تستاهل 100% طبعا. واعتقد يعني خلاص هي الاقرب للبطوله. ماتش النهائي ايه رايك؟ تشيلسي باريس سان جيرمان، انا شايفه ماتش ايزي لا خالص 100% لباريس سان جيرمان. هو انت شايف ان تشيلسي مشروع وكل الكلام ده، بس انا شايف ان تشيلسي مشروع، لعيبه شباب كتير، سكواد كويس، بس انا مش شايفهم ان هم يقدروا على باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان فريق متكامل في كل الخطوط، من اول دوناروما لحد من الدفاع خط الوسط. اتفرج على فيتينيا جبار في نص الملعب، الراجل بيعمل سبرنت في الدقيقه 90. ايه ده وجواو نيفيز واشرف حكيمي رايح جاي على اللاين. فيتينيا عنده فرصه اللي هو ياخد 7 بطولات السيزون ده. طبعا واخد مع البرتغال البطوله بتاعت اوروبا وعنده كاس عالم للانديه دي، وبعد كده السوبر الاوروبي.
والسوبر الاوروبي مع هياخد- دوري الابطال مع الدوري الفرنسي مع هياخد كأس 7، فرنسا. عنده بوتنشال لو ياخد 7 بطولات. ففيتينيا الصراحه عامل سيزون تاريخي. اخر حاجه توقعك؟ النهائي مليون في المية باريس سان جيرمان. انا توقعي طبعا 100% باريس، لان باريس الفريق الاجهز، بس ماتش مش هيبقى سهل نهائي. وانا حاسس ان احنا هنشوف ماتش حلو، وحاسس ان هو ممكن يوصل اكسترا تايم. شفنا بطولة قوية نختم بيها كده. يعني البطولة كام من 10؟ انا البطوله الصراحه مبسوط، ومع الوقت ربت زبونها وحمستنا اكتر. بدانا في الاول مقيرين كده، مع الوقت حبيتها، هنبقى متحمسين ليها. النسخه الجايه هنتحمس ليها اكتر. ادي البطوله مثلا 8 من 10، ال 2 من 10 دول عشان الاجواء دي 7 من 10 عشان الاجواء. هي بطولة قوية جدا. فين الاجواء دي النهارده؟ يا ريت كانت سحابه جت قفلت الماتش. بس يا جماعه دي كانت نهايه حلقتكم من برنامج دبل شوت. استنونا في حلقات جايه كتير بعد النهائي بقى، وهنبتدي بقى معاكم عن دوريات كتير جايه وبطولات كتير جايه. السيزون خلاص داخل علينا على الابواب في بدايه شهر 8. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب على الشانل بتاعتنا على اليوتيوب، وفولو على انستجرام وتيك توك، وظبطونا بقى رياكشنز على فيسبوك، واللايكات بتاعتكم والكومنت بتاعتكم لو ليكم اي تعليق. ونشوفكم الحلقه الجايه. نشوفكم الحلقه الجايه. باي باي. كات.